السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ ملكة ومياسم. ندور فيديونا بصاص الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم انا غادي نشارك معكم مسمن بدون لحوم، فقط بالخضر، بدون دلك، بدون خميره وبدون اختمار. كيجي مورق، تيجي مقرمش، تيجي ساهل زوين واقتصادي ومن ألذ ما غادي تكونوا توجدوا ان شاء الله. انا متاكده ان شاء الله الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. لا عن جد كيستحق التجربه، وغادي تجربوه وغادي تردوا عليا الخبر. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نكتشفوا كاملين المقادير والطريقه ديال هذا المسمن بريستيج هذا اللي بدون اللحوم وبدون اختمار. اول حاجه هنا غادي نبداو نسوطيو الخضره، هي الاولى. عندي هنا واحد بصله متوسطه اللي كتكون هكذا مقطعه رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندي فلفله خضراء اولا حمراء ولا صفراء اللي عندكم. انا هنا عندي فلفله خضراء هي اللي قديت بها، اللي موجود عندي في الدار وليت نقدي به. عندي هنا شعريه صينيه. المهم نتوما على حسب عدد الافراد ديالكم راه كتعملوا كل حاجه كيف ما كتشوفوا معايا. كنكون نقعتها في الماء وكنقطعها بالمقص. هنا عندي الزيتون كحل او الزيتون الاسود مقطع، وعندي الزيتون الخضر حتى هو مقطع. انا عندي الزيتون الخضر اللي هو مشرمل تيجي زوين وفيه الحار. وانا عندي قزبر ومعدنوس. وبالنسبه للخضر ديروا اللي بغيتو، تزيدوا القرعه، ديروا اللي عجبكم، اللي بغيتو نتوما ديروه، يعني اللي عندكم وبغيتو ديروا الجزر، القرعه، اي حاجه. المهم هنا كناخذ البصله، نعمل شويه ديال الزيت، جهد 2 معالق متوسطين، وغادي نعمل الفلفله والبصله وغادي نديرهم فوق النار على مده ديال واحد 3 ديال الدقائق على نار اللي هي متوسطه حتى كتهبط لينا. كيف ما كتشوفوا معايا الفلفل والبصله كنضيف الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا، وكندير قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف العطريه. بالنسبه للعطريه كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نضيف الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي ندير نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه مملوءه ديال التحميره او البابريكا. وغادي نرجعوهم فوق النار مده ديال 2 دقائق ولا دقيقه ونص، راها كافيه. من بعد ما تشحروا صافي هنا تنضيف الشعريه الصينيه صافي، وكنخليهم على جانب. يعني الشعريه الصينيه ما كنبقاش نرجعهم فوق النار صافي، وغادي نخليهم البنات حتى تبرد ليا هاد الحشوه. وغادي ندوز للعجين. باش ضروري الحشوه خصها تكون بارده. انا بديت بالحشوه هي الاولى وخليتها تبرد، وندوزو ان شاء الله للعجين اللي بواحد الطريقه اللي هي زوينه وان شاء الله غادي تنجح معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا عندي 250 غرام ديال دقيق الفورص، وعندي نص كاس ديال دقيق الفينو. ما بغيتوش البنات ديروا 300 غرام ديال دقيق الفورص، معلقه ديال السكر والملحه. يعني ما عندنا لا خميره لا حتى شي حاجه، لا خميره الحلوه لا خميره المعجونه. عندي الماء الدافي، يعني يكون ماشي بارد وماشي سخون، يعني غيكون غير دافي فقط. هنا غادي نمزج عفوا الخليط ديالي ديال الدقيق، وغادي نبدا نجمع في العجين البنات. هنا باش كتجيكم زوينه ومورقه، خفوها البنات. يعني العجين خصها تكون خفيفه. يعني غادي تشوفوا معايا غادي نخلي العجينه كتلتصق في اليدين. يعني هنا السر فين كاين، في ان العجين تلتصق في اليدين وما تلكوها ما والو، فقط جمعوها كيف ما غادي تشوفوا معايا راها كتلتصق في اليدين. شوفوا راه ما مدلوكه ما والو، شوفوا البنات راها كتلتصق في اليدين كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، راه مدلكته ما والو، فقط جمعتها. وغادي نعمل لها الزيت ونعملها بلاستيكه ونخليها مده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، راها كافيه. شي ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه راها كافيه. كنعملوها في بلاستيك كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحتفظ بها جانبا مده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه. من بعد ما مرات انا خليتها البنات 20 دقيقه، ها نتوما كتشوفوا معايا راها خفيفه كانها داركينه وراها ما مدلوكه ما والو. غادي نعملهم كويرات اللي هما ما هما كبار ما هما صغار، اللي غيعطيوني 9 ديال الكويرات. يعني وممكن انكم ديروهم صغر من هكا، ممكن تعملوهم كبر من هكا. يعني نتوما تيبقى لكم الاختيار، ديروا يعني الكويرات الحجم اللي بغيتو. نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال الكويرات مثل ما كتشوفوا معايا. من بعد البنات كناخذ الزيت وكندهن الكويرات ديالي بالزيت ضروري. غادي نخليهم يرتاحوا مده ديال 5 ديال الدقائق، وهما اصلا راهم مرتاحين يعني، وغادي يكونوا ساهلين باش غادي يتورقوا لينا. فقط انا غادي نخليهم 5 دقائق بعد ما ذوبت الزبده وجدت المسائل ديالي، وغادي نبدا ان شاء الله كنورق فيهم. انا غادي نخليهم مده ديال 5 ديال الدقائق.
هنا البنات عندي الزيت وعندي الزبده. انا عملت غير الزبده ديال البواطه، واي زبده متوفره عندكم عملوها. انا عملت غير الزبده ديال البواطه اللي هي اللي دوبت. وهنا كنسرح العجين، راه كتسرح معكم البنات بسهوله. شوفوا دوك فقاعات، يعني العجين ما دلكناها ما والو، ولكن راها زوينه. هنا كندير معلقه ديال الزبده وكنعملها على شكل مسمنه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعاود واحده اخرى كنسرحها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، غير بالزيت. يعني الزبده ما تعملوهاش، حيت الا عملتوا البنات الزبده غادي تقطع لكم العجين كامله، غتقطع. ولكن من الاحسن نعملوا غير الزيت كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وورقوا يعني فين كاين السر في التوراق. حتى التوراق البنات راه كيلعب دور انكم تورقوا العجين باش كتجيكم هكذا مورقه. صافي هنا غادي ندوز انا باش غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. وغادي نبدا ان شاء الله كنعمر بالمسمنه اللي بديت بها الاولى. ما تخليهمش يرتاحوا بزاف لانهم هما اصلا راهم مرتاحين. هنا بديت بالمسمنه الاولى اللي انا خدمت. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راها طايعه، والعجين راها كتخدمي بها كيف ما بغيتي. كتسرحي المسمنه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد كناخذوا الحشوه اللي كتكون برده تماما. هانتوما الحشوه راه كتجي زوينه، واخا ما فيها لا خضر لا حتى شي حاجه، ولكن راه كتجي غزاله 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 البنات. غير جربوا هاد الحشوه اللي عطيتكم. الا عندكم فرماج البنات ديروه حتى هو راه كيجي زوين. وداكشي اللي عندي انا عديت به صافي. وكنبدا هكا وحده فوق وحده بهذا الشكل هذا، وكنضغطوا بايدينا. انا غنديروا الزيتون ولكن ماشي دابا، حتى الاخير. صافي وكناخذ لاطه راني كنستف فيها اي مسمنه درتها، راني كنستفها. كندوز الثانيه، يعني كنخدم خدمتهم قدامكم باش تشوفوا يعني كل وحده كيفاش خدمتها. يعني واحد الخدمه ديالهم ليها ساهله سهله. وهاد العجينه البنات راه غتولي معتمده عندكم في جميع الفطائر وفي جميع اي مسمن درتوه راه غادي تحتاجوا فيه. هاد العجينه راه كتجي زوينه زوينه البنات. كنحط الحشوه كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هذه، وكنسد العادي البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما كنحط وحده على وحده، ضروري تحطوا وحده على وحده. والزبده ما كتبقاوش ديروها، صافي درناها في الاول ما تبقاوش ديروها بحال هكا. صافي انا غادي نستمر حتى وكنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله، وندوزو ان شاء الله لتتمه الوصفه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كملت. خديت صفار بيضاء اللي ضفت له شويه ديال الحليب او شويه ديال الماء ولا التحميره، ولا نتوما اللي بغيتو. انا ضفت له غير معلقه ديال الحليب. يعني ما عندكمش الحليب ديروا غير الماء اولا التحميره، يعني داكشي اللي بغيتو. كندهن وكندوز كندهن هاد المسمن كامل من الجوانب من كل شيء باش ياخذ لي داك اللون الذهبي ملي يدخل الفران. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نستمر حتى نكمل المسمن ديالي كامل باش انني ندهنه. بعد ما دهنتوه هنا خديت البنات البافون. ممكن تاخذوا الزنجلان الابيض، ممكن تاخذوا الزنجلان العادي، ممكن تخليهم هكا. انا بغيتش نضيف الزيتون البنات حتى وكنكمل كامل عاد نضيف الزيتون. هنا خديت انا البافو. ممكن تاخذوا الزنجلان الابيض او الزنجلان العادي اللي كنعملو، وغادي تعملوه في المسمن صافي بهذه الطريقه هذه. وغادي ندوز دابا باش غادي نوضع فيها الزيتون اختياري، حتى هو بغيتو ديروه ما بغيتوش كيبقى غير كتزيين. هنا خديت الزيتون الاسود والزيتون الاخضر غادي نزين به. هنا راني مشعله الفران من الفوق لتحت على النار اللي هي مهيله من الفوق وعلى نار متوسطه من التحت، وليكن كل فران سخون. كندخلو المسمن والفران سخون، وكيف ما قلت لكم التحت على نار اللي هي متوسطه والفوق على نار مهيله بالنسبه للفران ديال الغاز. وكتخليهم يطيبوا راهم كيتورقوا البنات رغم ما فيهم لا خميره لا حتى شي حاجه، وكيتورقوا تيتنفخوا وكيتحمروا. يعني كتخرجوهم محمرين من الفوق ومن التحت، حيت حنا شعلنا لهم من الفوق ومن التحت. واللي ما عندهاش الفوق راه غتعمل لهم من التحت حتى يتنفخوا وتشعل لهم من الفوق. على الصراحه كيجيو زوينين البنات. ودابا غادي ندوز باش ندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد ما يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، فيهم لا خميره لا والو. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو منفوخين، كيفاش جاو مورقين وتقرمشه. راكم سمعتوها في اول فيديو. يا سلام يا سلام، شي حاجه الطوب ديال الطوب. والتوريقه ها هي باينه لكم البنات، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي الطوب ديال الطوب وبالعجينه السحريه. وهذا المسمن راه كيجي غزال غزال البنات، صدقوني ما تشبعوش منه. اللي كلا وحده ما غتكفيش، ضروري ياخذ جوج ولا ثلاثه. ودابا غادي نقول لكم جربوه ما غتندموش، لانه عن جد عن جد كيستحق التجربه. هكذا للكوتي وللضياف ولا كنتو غادي عند شي واحد علاش لا تيحمر لكم وجهكم. ودابا غنقول لكم الفيديو ديال اليوم راه سهله، وإلا عجبكم كيف ما العاده ما تنسونيش من لي لايك لي كومونتير زوين ديالكم. بنات اللي اول مره غنضموا القناه ديالي يعملوا سبسكرايب او ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي. اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.